بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفطير المشلتت بطريقة سهلة جميلة، اي حد يقدر يعمله بأي نوع دقيق عندك متوفر في البيت ممكن تعمليه. ادي زي ما احنا شايفين بنحضر طبق كده بنحط فيه حوالي كيلو دقيق، وطبق تاني بنجيب فيه حوالي كوبايتين مية وعليهم معلقتين سكر، وبقلبهم كويس خالص خالص زي ما احنا شايفين كده، وابدأ اروح ضيفاهم على كمية الدقيق اللي انا هعجنهم. اضيفهم وبضيف على الكمية دي معلقة بيكنج باودر اللي هي المعلقة الصغيرة مليانة زي ما احنا شايفين كده، وذرة ملح صغيرة، وببدأ اعجنهم بقى كويس خالص. انا عندي هنا هتلاحظوا الدقيق، نوع الدقيق اللي انا مستخدماه اللي هو دقيق القمح. الدقيق القمح ده بيبقى لونه غامق شوية معايا، وبيبقى عجينته ملهاش عرق جامد زي الدقيق اللي هو 5 نجوم والدقيق الفاخر يعني، بس هو طعمه جميل في المخبوزات دي والحياة دي، بيبقى في منتهى الجمال بالذات الفطير المشلتت. وابدأ اعجنه كويس. انا طبعا بحب اعجن العجينة بتاعتي على الرخامة كده عشان اخد ودي فيها كده لحد ما اعمل لها عرق واملكها كويس خالص. وابدأ بعد كده في الاخر خالص بحط معلقتين زيت اهو زي ما احنا شايفين كده للعجينة. بنهي العجينة كده بتاعتي بلمها. عجينته زي ما احنا شايفين كده طرية، مش عجينة يابسة، لا هي طرية. لما بسيبها كمان تريح بتريح كمان بتطرى اكتر، لما اجي افردها بيبقى الفرد بتاعها سهل. والكلام ده هتلاقيه في اي نوع دقيق، انا يعني مش على الدقيق اللي انا بستخدمه ده، لا في اي نوع دقيق. انا بقطع دلوقتي العجينة عندي بقسمها بتبع ما انا احب حجم الفطيرة بتاعتي. فانا هنا طبعا حجم الفطيرة بتاعتي يعني ولا كبير ولا صغير كده، حلو يعني حجم كد البرتقانة الكبيرة كده، الحجم العجينة اللي انا مقطعاه. الصينية حطيت فيها شوية زيت، وابدأ اقسم العجينة كده بالمقاسات متساوية، كل فطيرة كد التانية. وادي زي ما احنا شايفين بحطها وادي خلصانة مني خالص طبعا، وليها عرق حلو عشان انا عجنتها كويس. الفطير بيطلع جميل طول ما انتي بتعجنيه كويس خالص خالص. ادي زي ما احنا شايفين اهو بلف العجينة كده في الزيت عشان وشها ما ينشفش وتبقى ايه مريح. بغطيها بكيس واسيبها لحد ما يعني تريح كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة. وابدأ بعد كده اشكلها بسمنة ماشي، بزبدة ماشي. يعني ما انصحكيش تعملي بزيت، الزيت بيبقى بيطلع ناشف شوية، ما بيطلعهوش حلو يعني طري كده، لا. ادي العجينة شوف انها طرية بتاعتي خالص. بشوية الزبدة انا مسيحاهم وحط عليهم معلقة سمنة او شوية زيت، يعني الزبدة ممكن احط عليها شوية زيت او شوية سمنة. وزي ما احنا شايفين اهو بفردها، مش لازم افردها خالص خالص يعني. ودهنتها اهم حاجة كويس خالص بالزبدة. وابدأ الفها كده ايه زي الاسطوانة زي ما احنا شايفين اهو، كده الفها كويس خالص خالص عندي لحد الاخر. احكم كده على الزبدة جواها كويس، مفيش حتة ما يعني لحد اخر طرف وانا بحط الزبدة. وادي بيجت عندي زي الاسطوانة كده طويلة، بلفها كده لفة خفيفة كده على واريحها واسيبها كده على جنب عندي في صينية مدهونة، واريح فيها اللي انا عملته. بجيب القطعة التانية. المهم اني انا بعمل كل قطعة زي ما احنا شفناها اللي قسمناهم نفس الطريقة زي ما احنا شايفين. باخد حتة حتة كده وافردها زي ما احنا. انا مش مخليها شفافة خالص زي ما انتوا شايفين اهو، يعني تبع ما انتي ايدك تفرد وتقولي بس كده كفاية يعني براحتك. انا يعني بستكفى كده عشان انا يعني انا مش اشكال، ما انا هي مش دي يعتبر اول مرحلة في اللي انا بعمله. وادي كده بسرعة بسرعة ببدأ بعد ما بديها كمية الزبدة الكفاية الفها زي الاسطوانة، وبدهنها كويس برضو من بره بالزبدة. وابدأ اخدها واحطها اريحها برضو في الصينية. ادي شكلتهم كلهم وركنتهم كده اهو جنبي. هبدأ اعمل المرحلة التانية للفطير. باخد قطعة قطعة زي ما احنا شايفين كده اهو، بفردها كده، بضغط عليها وافردها كده زي ما احنا شايفين على قد ما اقدر كده اوسعها. وابدأ برضو احط عليها كمية من الزبدة، لازم احط عليها كمية من الزبدة
بشبعها كويس كده بالزبدة بعد ما انا وسحتها اهو. لاحظوا كده انا باخد الطرف اللي في اليمين بتنيه، وباخد الطرف اللي في الشمال بتنيه. انا بحط الزبدة زي ما احنا شايفين اهو. انا كده لحد النص وصلت، اجي الناحية التانية باخد الطرف ده كده على ده برضو، واحط الزبدة والفه والف ده على ده، وانا بيجي عندي زي شكل المستطيل او المربع. باخده بعد كده الجزء ده واروح مريحاه في الصينية تاني، واخد قطعة تاني غيره من القطع دي، وابدأ اعمل برضو نفس الحركة تاني. خلي بالكم لازم الزبدة، لازم الزبدة، هو نجاحه انك بتديله زبدة كفاية. هو على فكرة ما خدش كتير، لان انت بتبلي ايدك كده وتشرب العجينة، انت مش بتحطي كميات مهولة. يعني الكمية دي ممكن تكون خدت لها كوباية، يعني كمية الفطير دي والله. وطعمه في منتهى الجمال. ولو عملتيه بالدقيق اللي هو 5 نجوم، والدقيق ده بيطلع احلى واحلى من الدقيق الحاجات دي، بيبقى كمان مورق اكتر واخف اكتر يعني. انا هنا بعد ما خلصت ببدأ اجيب القطعة اللي انا سبتها المربع دي، بفردها زي ما احنا شايفين اهو كده، بوسع فيها زي ما احنا شايفين اهو خالص كده. واجيب برضو شوية الزبدة واحطهم اهي، بدهنها برضو بالزبدة تاني دهنة كده خفيفة حلوة. وابدأ بعد كده ايه المها، شايفين بلمها ازاي الجوانب كلها على بعض كده. وبعد كده باخد الاطراف كده وادورها في ايدي، يبقى زي الكورة كده زي ما احنا شايفين، واريحها في الصينية اللي انا هفردها فيها، اسيبها واجيب واحدة غيرها تاني واعمل نفس الحركة برضو. انا باخد وافرد وادهن تاني بدهنة خفيفة بالزبدة والمها، وهكذا لحد ما بنهي جميع القطع اللي عندي انا مجهزاهم. بس خلي بالكم كل ما افرد كل مرة بحط كمية من الزبدة. هو نجاحه في الزبدة يا جماعة، هو اللي بيخليه يورق ويبقى جميل. عملتها زي الكورة اهي، وبريحها في الصينية بتاعتها. خلصتهم كلهم، في الاخر خالص باجي باول واحدة كنت عملتها ابدأ افردها زي ما احنا شايفين اهو. فردتها بوسعها كده في الصينية على كده حجمها. انا قلت لكم طبعا انا مش عاملاها كبيرة خالص، انا عاملاهم فطاير حلوة كده، بحيث ان كل واحد ياخد الفطيرة بتاعته ياكلها مع نفسه كده، وتبقى ايه مية مية يعني. ببل ايدي برضو من الزبدة وادهنها كويس واساوي كده، واكون طبعا مشغل الفرن على نار عالية، وبحطه يستوي زي ما احنا شايفين اهو. والله في منتهى الجمال وطعمه روعة، ومن جوه والله العظيم مورق مورق. بس انا بقول لكم ده دقيق غلة، هتحسوه كأنه يعني هو تقيل، لكن في الدقيق ال5 نجوم بيبقى احسن من كده كمان. وادي جميل وهش جدا وحلو، طعمه حلو خالص. وعايزينكم تدونا لايكات شوية عشان نرفع القناة ونشير